اهلا بيكم في قناة بتاع سلطة. النهاردة ان شاء الله هنعرف ايه هو سر بياض الطحينة، وكمان هنعرف ازاي نطلع الزيت بتاعها اللي بيحافظ عليها فترة كبيرة ان شاء الله. هنستخدم ان شاء الله النهاردة معانا كمية من الخل، ازازة او ازازتين على حسب الكمية اللي هنعملها من الطحينة. وهنحتاج كمان كمية من الكمون المطحون يكون ناعم، وشطة حمرا تكون ناعمة مع برضه. وهنحتاج 5 أو 6 فصوص من التوم، لازم التوم يكون مفروم بالشكل ده كده. وهنحتاج برضه معلقة أو معلقتين زيت زيتون على حسب الكمية. وملح للسلطة يكون ناعم، لازم الملح يكون ناعم علشان خاطر يدوب معانا بسهولة، ما يفضلش في الطحينة واحنا بنقلب. دي الحاجات اللي هنستخدمها ان شاء الله النهاردة في الطحينة، طبعا مع اختلاف نسب الاستخدام على حسب كل الكمية اللي هنعملها. هنا خلاص احنا حطينا الكمية بتاع الطحينة. طبعا انا بعمل كمية كبيرة من الطحينة مثلا زي 10 كيلو، ولازم الضرب يكون في حاجة وعاء من البلاستيك او ستانلس ستيل. الفكرة كلها في خروج الزيت من الطحينة، ان احنا لازم نحط شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين، ونبدأ نقلب بالشكل ده كده في اتجاه واحد ان شاء الله. هنبدأ نقلب واحدة واحدة لحد المية اللي قدامنا ما تنشف. لازم المية اللي احنا حطيناها تنشف، يعني بمعنى ايه؟ ان احنا بنقلب اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هنفضل نقلب لحد ما اللون الابيض ده يختفي والطحينة تبدأ تنشف بالشكل اللي انتوا شفتوه. طبعا الموضوع ده بياخد شوية وقت وشوية مجهود، ولكن النتيجة بتكون كويسة لما المية بتنشف. بنديها شوية مية تانية، لازم المية طبعا تكون بتغلي او تكون سخنة لدرجة الغليان، يعني مش شرط انها تكون بتغلي قوي، بس تكون خلاص يعني على وشك انها تغلي، وبعدين نبدأ نستخدمها ان شاء الله بكل حذر، عشان ان شاء الله سلامتنا دي اهم حاجة طبعا. يعني نبدأ نقلب تاني مرة جديدة. طول ما المية موجودة في الطحينة بالشكل ده احنا بنقلب لحد ما تنشف. مش صح ابدا ان احنا نقلب الطحينة وفي مية ونديها مية تاني، يعني بمعنى ان احنا لما نحط مية نقلب تنشف بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده بالمنظر ده. نرجع نحط مية تاني شوية صغيرة، ونقلب واحدة واحدة لحد الزيت ما يبدأ يظهر معانا. كده حطينا شوية مية تانيين، وهنبدأ نقلب برضو مرة تانية لحد الزيت بتاعنا ما يظهر. الفكرة كلها في وجود الزيت، انه بيحافظ على الطحينة في التلاجة عندنا فترة كبيرة جدا. طبعا انا بفضل ان احنا نضرب الطحينة في وعاء من البلاستيك او طبعا الألمونيا مش كويسة ابدا يا جماعة، فاحنا بنعمل فيها الطحينة لانها بتتفاعل مع المضرب بتاعنا، وممكن يخرج الألمونيا من الحلة نفسها او الوعاء اللي احنا بنضرب فيه في الطحينة، وده طبعا صحيا مش كويس. اتمنى لكم طبعا جميعا السلامة. طبعا الزيت ظهر معانا واحنا بنضرب الطحينة دلوقت اهو، خلاص ظهر، ولكن احنا برضو هنديها شوية مية تانيين عشان الزيت يكتر معانا. طبعا احنا طول ما احنا بنضرب الزيت بيزيد ويكتر وبيزيد معانا، وطبعا بيعمل لها ريحة طبعا كويسة ان شاء الله. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم وتكون كويسة ان شاء الله معاكم. ولو كانت كويسة ان شاء الله وطلعت زي تمام زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، يعني متنسوناش من دعائكم ان شاء الله. طبعا هنزود مية قليلة جدا عشان خاطر نزود زيت تاني. كل ما هنقلب كل ما هتدينا زيت بزيادة. واحدة واحدة تاني كده مع بعض هنكمل وهنزود الزيت بتاعنا عشان خاطر يحافظ على الطحينة أطول فترة ممكنة. لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا. هنكمل مع بعض الفيديو. طبعا احنا انتهينا خلاص من خروج الزيت من الطحينة كده. الطحينة اتضربت معانا، هنبدأ نديها كمية المية. طبعا كل كيلو طحينة بيحتاج دورق مية أو دورقين ونص مية، على حسب ما انت عايزها سمك الطحينة يبقى عامل ازاي. يعني في ناس بتحبها تكون خفيفة خالص، وفي ناس بتحبها انها تكون متماسكة. طبعا كل واحد على حسب ما هو بيحب يحط كمية المية. هنا خلاص احنا نزلنا المية كلها على الطحينة بتاعتنا، وهنبدأ نقلب واحدة واحدة لحد ما الطحينة والمية بتاعتنا يبقوا خلاص مع بعض. واحدة واحدة كده بالخل ننزل تدريجيا بعد ما نتقلب لحد نهاية الإزازة أو الإزازتين اللي احنا بنستخدمهم. وزي ما انتوا شايفين واحدة واحدة قليلين كده لحد الطحينة ما تتماسك معانا. ننزل الخل بتاعنا كله عليها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نقلب واحدة واحدة، وبيزيد برضو بالتدريج. يعني احنا نقلب مرة واحدة كده سريعة، وبعدين تقليبة في الآخر بسرعة، عشان خاطر الخل بيحب يتقلب بسرعة عشان ما يلحقش يخزن في الطحينة من تحت.
هنقلب بسرعة كده عشان خاطر برضو اللون الابيض معانا. سر بياض الطحينة كله في الضربة السريعة دي، في ان لما الخل ينزل نضرب بسرعة كبيرة جدا. كده احنا خلاص تقريبا خلصنا الطحينة بتاعتنا. هنقلب التقليبة الاخرانية دي، ولكن لازم تكون قوية شوية وسريعة عشان خاطر بيكون في بعض من الخل متخزن تحت في الطبق، فلازم احنا نلف لفة سريعة كده زي ما انتوا شايفين من تحت خالص. وكمان عشان خاطر الزيت يطلع معانا على وش الطحينة لازم الزيت يكون على وش الطحينة. كده احنا اتعلمنا ازاي نطلع زيت الطحينة، وعرفنا كمان ايه هو سر بياض الطحينة. الفيديو بتاعنا انتهى. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. اتمنى تكونوا استفدتوا استفادة كاملة من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.